القرص الطرية بدون زبدة بدون زيت بدون سمنة. القرص الطرية بطريقة سهلة وبسيطة. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض القرص الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس. عندي هنا نص كيلو من الدقيق نخلته كويس، هضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده بيديله هشاشة من جوه وبيديله وبيخليه طري وحلو جدا. ونص معلقة من الملح، يعني معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة من الملح، وهقلبهم كويس ونركنهم على جنب كده قبل ما نعمل الخميرة بتاعتنا. عندي هنا بولة هحط فيها كوباية كبيرة، يعني مج كده، يكون مية دافية، يعني ولا مية سخنة ولا ساقعة، مية دافية علشان تنشط معانا الخميرة وتخلي العجين بتاعنا يخمر بسرعة. هضيف عليها معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية وثلاث معالق من السكر. السكر طبعا زي ما حضراتكم عارفين بينشط الخميرة وبيخليها تبقى معانا، يعني بتبقى معانا احسن واسرع وبتخمر بسرعة. وربع كوباية من الزيت. يعني انا ضفت الخميرة والسكر والزيت، هقلبهم كويس كده بالمضرب. طريقة التقليب دي بتخلي الخميرة، او هنحط نقطتين من الفانيليا. الفانيليا بتدي طعم حلو جدا وريحة للمخبوزات، يعني هي مش شرط تتحط على الحاجات الحلوة بس، لا، وفي المخبوزات بتبقى جميلة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك. هقلب كويس كده الخميرة مع المية مع الزيت مع السكر، بحيث ان السكر بتاعي يدوب خالص وما يبقاش فيه اي حبيبات. والتقليد ده بيخلي الخميرة معايا تبقى نشطة، يعني تنشط بسرعة كده وتديني وتخلي العجين يخمر بسرعة. هنضيف بقى الدقيق على الخميرة. لو انت الخميرة بتاعتك ديت اول مرة تستعمليها ومش واثقة يعني ان هي تنجح معاكي، سيبي الخليط اللي احنا عملناه ده 10 دقايق او ربع ساعة عبال ما تشوفي الخميرة نشطة ولا لا. لكن لو الخميرة حضرتك مجرباها زي كده، اعجني على طول. بصوا انا عجنت على طول، ويعني ايه حبيت اعجن وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. العجين خد معايا قد ايه؟ خد معايا 10 دقايق بالظبط عجين، وخد معايا كوباية وربع من المية. غطيته حطيته في مكان دافي، وبعد ما حطيته في مكان دافي زي ما حضراتكم شفتوه اهو، شفتوه خمران ازاي. انا بقى خرجته، وهنبتدي بقى نعمل القرص بتاعتنا مع بعض. بس قبل ما تكوري القرص كده لازم تطلعي الهواء اللي في العجينة بالشكل ده، يعني تحطي ايدك في العجين كده وتخلي الهواء يخرج منه علشان يديلك نتيجة تانية كويسة. عندي هنا 3 معالق كبار من المية، ضفت عليهم معلقة صغيرة من العسل الاسود. لو ما عندكيش عسل اسود ممكن تضيفي معلقة سكر او عسل ابيض اللي موجود عندك. هنحط المية كده بالعسل وجنبيهم السمسم بتاعنا، وهنبتدي نكور العجينة بتاعتنا يعني حسب المقاس اللي حضراتكم عايزينه. انا عملتها يعني اكبر من البيضة بشوية، وطبعا زي ما حضراتكم عايزين. هنحط العجين كده نحطه في المية، وبعد كده نحطه على السمسم، ونحاول نظبط شكل العجينة بتاعتنا كده عشان تطلع مدورة وحلوة. بس هجيب بقى صينية دهنها كويس بالزيت، لازم تدهني الصينية كويس بالزيت علشان القرص لما تطلع من الفرن ما تتعبكيش وتخرج معاكي بسرعة. هحط بقى كمية القرص بتاعتي كده ارصها في الصينية، وهعمل الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة الخميرة بتاعنا، العجينة بتاعتنا تسيبيها تخمر كويس بالظبط، بتاخد حوالي نص ساعة بالظبط وبتكون خمرت وبتبقى جميلة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبتحطي ايدك فيها كده وتخرجي منها الهواء، وتبتدي بقى تشكليها زي ما انت عايزة. لو عايزة تعملي صغير عايزة تعملي كبير، ده حسب ما انت عايزة. هنحطها برضو تاني، هكورها كويس كده عشان تديني شكل حلو. وبعدين بقى اروح حطاها في المية اللي هي بعسل، وبعدين اخرجها من المية احطها في سمسم زي ما حضراتكم شفتوا. وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي. ولو انتوا عايزين تحشوها جبنة او تحشوها ملبن او عجوة حسب ما حضراتكم عايزين، وممكن تحشوها سكر برضو بتبقى جميلة جدا.
انا خلصت الكمية كلها، وهبتدي بقى ابططها كده، بس مش هدوس عليها جامد، يعني ايه، ما تبقاش خفيفة قوي. هنعملها بالشكل اللي احنا عايزينه، يعني هنبططها. ولو انت طبعا عايزاها رفيعة هتدوسي عليها قوي، لو انت عايزاها وسط زي اللي انا عملتها كده هتدوسي عليها بالراحة كده، بحيث ان هي تديكي الشكل اللي انت عايزاه. في الفترة دي بقى يعني انا خلصت الكمية كلها وحطيتها جم معايا في 3 صواني. فانا شغلت الفرن بتاعتي، شغلتها من تحت بس، وهدخلها على درجة حرارة حوالي 200 وشوية، يعني اعلى حاجة عندك في الفرن بتاعك. هنحطها في الاول كده من تحت بس، يعني هحطها في نص الفرن ونشغل عليها تحت بس. واول ما يبتدي القرص بتاعتنا من تحت تاخد لون كده، يعني نفتح الفرن ونبص عليها ونحس ان هي خدت لون من تحت حلو، نبتدي بقى نطفي عليها على طول من تحت، ونشغل الشواية تدينا اللون بقى اللي احنا عايزينه. بس لازم تاخدي بالك، يعني تفضلي واقفة جنبها بحيث ان هي ما تحمرش قوي منك، لانها ما بتاخدش ثواني وبتحمر في ثواني على طول. تطفي من تحت وتشغلي الشواية، هتبص تلاقيها خدت اللون الجميل اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. بصوا الجمال، خدت بالظبط في الفرن تلت ساعة. تلت ساعة وبقت بالطريقة، بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. جميلة جدا وهشة من جوه وطرية. بصوا حلوة ازاي، والتسوية من تحت مظبوطة وجميلة. يعني حاولي ما تسويهاش كده، ما تسويهاش اكتر من كده عشان ما تنشفش معاكي. التسوية دي حلوة جدا، وبتطلع القرص بتاعتنا طرية وجميلة وسهلة جدا. يعني الموضوع كله ما خدش معانا بتاع ساعة، ساعة واحدة بس، وعملنا القرص الجميلة دي. الولاد بقى ياخدوها معاهم المدرسة يفطروا بيها الصبح. جميلة جدا وعملية، وطعمها حلو جدا، احلى من بتاعة بره بكتير. وما خدتش معانا مقادير خالص، يعني احنا ولا حطينا لبن ولا حطينا سمنة ولا حطينا زبدة ولا حطينا اي حاجة. هما بس ربع كوباية زيت والخميرة والدقيق، وبتعملي القرص الجميلة الطرية دي. طريقة تحفة وجميلة، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.